السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناتكم فيسيرا كويزين. اليوم راح نحضروا مع بعض وصفة صيفية بنينة وخفيفة، فريكاسي تونسي، اللي هي خبز مقلي محشي بنكهات مختلفة. وصفة سهلة مضمونة ومشهورة في المطبخ التونسي. تابعوني خطوة بخطوة، صدقوني راح تجربوه توليو ديما تديروه. بالنسبة للمكونات للحشو نحتاج بطاطا مقلية، الوصفة الأصلية فيها بطاطا مسلوقة، عندنا بيض مغلي، عندنا زيتون أسود، زيتون أخضر، فرماج، هريسة، معدنوس، بطونة. أما بالنسبة للعجينة نحتاج كاس حليب دافي، بيضة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر، خميرة كيميائية، ملعقة كبيرة زبدة ذائبة، وبالنسبة للفرينة تكون مغربلة. والآن بالنسبة لطريقة تحضير العجينة، أول حاجة نقوم بها ندير كاس حليب دافي، ثم نضيف عليه ملعقة خميرة فورية مع ملعقة سكر. نخلط المكونات جيدا مع بعض، من بعد نغطيها ونخليها ترتاح مدة 10 دقائق. الآن بعد ما ارتاحوا نضيف بيضة كاملة تكون بدرجة حرارة الغرفة مع ملعقة زبدة، نخلطهم جيدا مع بعض. من ثم نضيف كأس فرينة، ندخله جيدا مع كل المكونات ونخلط جميع المكونات مع بعض. نقوم بإضافة الملح، نخلط جميع المكونات مع بعض، وفي الأخير نقوم بإضافة خميرة الكيميائية. الآن نقوم بإضافة نصف كأس فرينة آخر، ونخلط جميع المكونات مع بعض جيدا. هذه المرحلة مهمة جدا، نخلط جميع المكونات مع بعض به ندخل الهواء، وهذا الشيء يساعدنا في النفخ أثناء التخمير. نبقاو نحركوا فيها جيدا ونخبطوا فيها كما موضح في الفيديو. الآن شوفوا قوام الخليط كيف يكون. في هذه المرحلة نبدأ بإضافة الفرينة بشوية، ندخلوها في الخليط ونلموها، نقوم بالتحريك جيدا حتى نشوفوا العجينة بدأت تتماسك. في هذه المرحلة نخدموا بيدينا حتى نتحصلوا على عجينة خفيفة طرية وما تكونش يابسة. بالنسبة العجينة نعجنوها مدة 5 دقائق إلى 8 دقائق. نعجنوها بيدينا مليح، ندخلوا الفرينة حتى تولي العجينة ما تلصقش في يدينا. وهنا بعد ما عجناها، العجينة اللي تحصلنا عليها تكون عجينة طرية ما تكونش يابسة، لازم يكون قوام تاعها كما هكا. لهنا نديرو شوية زيت ونحطو العجينة نتاعنا ونتركوها تختمر من 45 دقيقة إلى ساعة. الآن نرجع للحشو. في وعاء كبير نقوم بوضع البيض المغلى، نقطعوه إلى قطع، ثم نقوم بإضافة البطاطا المقلية، ثم نقوم بإضافة الزيتون الأخضر والزيتون الأسود، ثم نقوم بإضافة المعدنوس، نقوم بإضافة قليل من الملح مع الفلفل الأسود، ثم نخلط جميع المكونات معا. والآن بعد ما اختمرت العجينة نتاعنا نقوم بإخراج الهواء الزائد بشوي، ثم نقسم العجينة على نصفين باه ما تعبناش كي نفتحوها. الآن نقوم برش قليل من الفرينة ونفتح العجينة نتاعنا بالحلال. بالنسبة للسمك العجينة لازم تكون ما بين 7 ملم إلى 1 سنتيم تقريبا، ما تكونش رقيقة ياسر وما تكونش خشينة ياسر باه العجينة ما تجيناش معجنة. الآن نطبع العجينة نتاعنا على شكل دوائر أو شكل بيضاوي كما موضح في الفيديو. وضرب نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا مدة ربع ساعة. الآن بعد ما خلينا العجينة ارتاحت مدة 15 دقيقة أصبحت جاهزة للقلي. الآن لازم ما نطيبوهش في مقلاة عادية، نطيبوه في حاجة تكون صغيرة وغارقة باه الزيت يكون عالي. لازم كمية مليحة من الزيت، يعني يكون عميق، باه الخبز لازم يغطس كامل باش يطيبوا مليح ويتنفخوا.
وايضا بالنسبه للزيت لازم يكون سخون، ما يكونش بارد وما يكونش سخون حتى يتحرق. وثاني لازم نقلب 2 حبات الى 3 حبات فقط باه ما يبردش الزيت. وايضا بعد القلي نحوه ونحطوه في كسكاس باه يكثر من الزيت اللي فيه. انا كما كنتوا تشوفوا الحبات يتقلبوا وحدهم. وصفه ناجحه ومضمونه. الآن نجرب نفتح معاكم حبة تشوفوها كيفاه من داخل خفيفة وكيفاه فارغة. من الأحسن نفتحوها بمقص خير. شوفوا كيفاه الحبة نتاعي ماهيش معجنة، خفيفة. أول حاجة نبداو بها نديروا لها هريسة. أنا درت هنايا صوص الجيريان، خلطت هريسة مع مايونيز، من بعد ضفت معاها حبة فرماج على حسب المتوفر عندكم، ونضيف الخليط اللي وجدناه من قبل. من بعد في الأخير نديروا طونة. شوفوا كيفاه تجي طريه، تجي خفيفه، وصفه هايله. المقادير اللي درتهم خرجوا لي حوالي 30 حبه، سماك تكون عائله صغيره نصف الكميه راح تكفيكم. وهكذا نكون كملت معاكم وصفة الفريكاسي التونسي. ان شاء الله تجربوها وتجيكم الوصفة بنينة. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وخليوا لي تعليق نقرأ آراءكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، نشوفكم في وصفة جاية ان شاء الله.